عسلامة عسلامة، واش نحواكم؟ رجعت لكم بعد غياب ان شاء الله يا ربي ما نكونش شطيت عليكم برشا. اليوم الفيديو نتاعنا باش نتعرفوا على انواع الرقبة في الفصالة، كيفاش نفصلوا الرقبة نتاعنا. وبالطبيعة الرقبة اللي هي الكول في اللبسة مختلفة، فما كول رون اللي هي دائرة، وفما كول في اللي هي مثلثة، وفما الكاري اللي هي تكون مربعة. دونك اول حاجة باش ناخذها باش نخدم على ورقة، باش ناخذ في الحاشية نتاع الورقة ونقمر 8 سنتيمتر. دونك للكبار ناخذ 8 سنتي، وللصغار اذا كان باش تعملوا كل صغيرة باش ناخذ 6. وبالطبيعة نفس الخدمة اللي باش نوريها لكم. دونك باش ناخذ 8 على 8 لين نتحصلوا على شكل مربع كيما قاعدين تراو. هذاك الباز نتاع الرقبة في اي نوع نتاع رقبة باش تعملوه. دونك هذاك هو الباز نتاع الرقبة نتاعنا. دونك عملنا شكل مربع، وكما قلت لكم نعاود نذكركم للصغار ناخذوا 6 على 6، بالطبيعة مش كما الصغار كما الكبار. وباش نجي في الحاشية الفوقانية ونعمل الروم تاعي باش ندورها شوية الرقبة، باش نحي التنقورة متاعنا متاع الكاري. دونك هذيك تكون الرقبة اللي هي الدائرية اللي ديما نستعملوها في اللبسة متاعنا، وديما موجودة بكثرة في لبستنا. دونك أكثر كل نتعرضوا له في اللبسة هو الكول هذايا، أو الكول اللي هو الدائري. دونك كما قاعدين تراو كيفاش دورتها. دونك نجيو في الكوان ونعملوا لها الدورة باش تجي مربعة. ولنا حبيت نوريه لكم على المانكان كيفاش بطبيعة هذاك الشطر برك متاع الرقبة، ماهوش معناتها الرقبة كاملة. دونك هذاك النص متاع الوجه الأمامي. وبطبيعة كي باش نبداو نفصلوا على القماش لازمنا نثنيو القماش متاعنا على 2 باش كي نحطوها على المانكان تجينا الرقبة كاملة. دونك ردوا بالكم انكم تحطوا القماش على حاشية برك، ديما الفصالة تحطوا القماش على شيرتين، ديما تطبقوا القماش وتخدموا عليه كيما وريتكم بالضبط. راهو اللي خدمناها هذيكي النص متاع الجهة الأمامية للرقبة. وتوا باش نحط الورقة نتاعنا على القماش وباش نبدأ نفصل الرقبة نتاعنا. وبالطبيعة باش نحطوا الكول على جهة الثانية، وفاست الكتف باش نحطها من فوق. بالطبيعة مع الفيديوهات باش نوريكم كيفاش باش نفصلوا الكتف والصدر الى معناتها كل شيء باش نشوفوه في الفيديوهات الجايه. دونك اول حاجه نبداو بها هي الرقبه باش تبدا عندكم فكره، ونكي نبدا نفصل ما تلقاوش صعوبه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. دونك بعد ما حطيت الورقه نتاعي بديت بالقصان نقصها كيما اللي في الورقه بالضبط، ونخليو سنتي باش كي نعملو عطفه. دونك فوالا هذه هي الرقبه نتاعنا. دونك كيما قاعدين تراو فيها كل رون مدوره ومزيانه. وتوا باش نوريهاكم على المكان كيفاش باش تكون شكلها. وتوا جيت للمكان حطيت القطعه نتاعي باش نوريها لكم. دونك جاتني متنقره شويه، لازم نزيد ندورها شويه باش تجيني الكول مدوره بالباهي. وتوا باش نتعداو نعملو الدو نتاع الرقبه اللي هو الظهر. كيفاش باش نعملوه؟ دونك الدو بطبيعه الحال مختلف تماما على الوجه. دونك باش ناخذ في الطول 3 سنتي، يعني 3 سنتي باش نهبطوا بهم، و8 تكون في العرض. دونك نجيو نقمرو 8 سنتيمتر كما قاعدين تراو. نحطها كيما كيك نعملو خط وفوقي. فوالا هيك هي الرقبه متاعنا، على خاطر الرقبه التيلانيه تكون صغيره. دونك اي كان عندكم تريكو والا اي حاجه قدامكم تنجموا تاخذوه وتثبتوا فيه باش تفهموني فاش قاعده نحكي. تحسوا الكل من تالي قصير ومن قدام مهلع شويه. دونك هذاك علاش نهبطوا 3 سنتي اكاهو، يعني من قدام نهبطوا 8 8، وفي الوجه او في الظهر نهبطوا 3 8، يعني يكون على شكل مستطيل. ونجيو كالعاده في الكوان وندوروها شويه باش تعطينا التقويصه نتاع الدائره، ولا اسهل من هيك. كما قاعدين تراو حاجه سهله على الاخر. ردوا بالكم تغلطوا، اني اول ما تعلمت نعملها كما الدو كما الظهر كما الوجه. دونك نعمل 8 8 في الزوز تجيني مش نورمال قطعتي.
دونك نتوما حاولوا إنكم ما تغلطوش نفس الغلطة اللي أنيا ديما كنت نعملها قبل. دونك 3 نهبطوا في الظهر ونمشيو 8 في العرض. وتوا خذيت القماش نتاعي اللي باش نفصل بيه، باش نحطو كيما قاعدين تراو، باش نحطو على الجهة المثنية، ونحط نركح الورقة نتاعي باش ما تتحركش لا يمين لا يسار، ونبدا بالقصة ولا أسهل من هكا. دونك نقصوا الرقبة، وبالطبيعة ما تنساوش تخليو شوية بظهر، هذيكي أساسية على خاطر من بعد باش نخيطو وباش تزيد تتحل العطفة نتاع الرقبة. دونك حاولوا انكم تخليو سنتي. هذه هي التعرف على الرقبة كيفاش تكون ولا اسهل من هيك. دونك حطيت الكول متاعي وقصيت، هذاك هو الظهر متاع الرقبة متاعنا. وتوا كالعادة باش نمشيو للمانكان وباش نوريكم كيفاش باش نحطوا الرقبة متاعنا. دونك حطيتها لهنا على المانكان، وتوا باش نوريهاكم بالديتاي كيفاش طلعت لنا الكول متاعنا. هذيك هي الكول ولا اسهل منها. دونك هذاك الوجه وهذاك الظهر متاعنا ولا اسهل من هيك. دونك فوالا هذه هي الرقبة اللي خدمناها مع بعضنا. فوالا لهنا حبيت نوريهاكم كيفاش تخدم. هذيك هي الكول كيفاش تكون كما قلت لكم نستعملوها برشا 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 في الخدمه نتاعنا. وتواش نتعداو للشكل الثاني اللي هو المربع كما قاعدين تراو في التصويره بالضبط. دونك باش نوريكم كيفاش باش نخدموها. دونك كما قلت لكم اول حاجه هي القاعده باش ناخذ 8 على 8، ماناش لا باش ندورو ولا باش نعملو حتى شيء، باش نجيو على 8 على 8 ونقصوه مربع كامل، لا باش ندورو ولا باش نتنقرو ولا باش نعملولو حتى شيء. دونك نخليوه كما هو، ونقص 8 على 8 متاعي ويكون شكل الكاري متاعنا حاضر. هذيك هي الرقبة المربعة. دونك ممكن هي سهلة برشا في الفصالة، ما في الخياطة صعيبة شوية على خاطر فيها التنقورات. بطبيعة الحال إن شاء الله مع الوقت نوريكم كيفاش باش نخدموها بالديتاي باش ديريكت نتعداو لللبسة وتعرفوا كيفاش تخدموا الكول وتعرفوا أنواع الكول متاعنا. دونك ودو كيف كملت قصيت الثانية اللي عملتها في اللول، ونخليوها 3 على 8 وتولي لنا شكل مستطيل. دونك نخليوها كما هي القاعدة ولا نبدلوا منها حتى شيء، كيما هي نقصها ونطبقوها على قماش. وبالطبيعة ما تنساوش الثانية متاع القماش لازم القماش يكون على 2، ونحطوا الكول متاعنا من شيرة الثانية ومن بعد نبدا بالقصار ولا اسهل من هكا. دونك ما نصورهاش اني هي صعيبه حتى الطرف على خاطرها سهله على الاخر ومش صعيبه حتى الطرف. جوست ما تنساوش انكم تطبقوا قماشنا على 2 باش تطلع لنا الكول كامله. اي فوالا هكا هو المنظر نتاع الكول كاري نتاعنا باش نحطها لكم على المكان وتشوفوها كيفني. دونك ولا اسهل زاده منها. هذيك الرقبه رقم 1. توا باش نتعداو للظهر، باش نعاود نحط الورقه متاعي على القماش ونعاود نقص ونعاود نوريهاكم على المكان كيفانو باش يكون شكلها. دونك حطيت الورقة كما قلت لكم، وتوا باش نقص نحطها على شيرة الثانية كما قلت لكم، ونعاود ركزوا بالباهي لازم الورقة تتحط من شيرة الثانية. وحاولوا انكم في القماش تظهروا الكاري نتاعكم، فهمتوا يعني هيك الزاوية متاع الكول لازمكم تظهروها. ونحلو قماشنا على 2 يطلع لنا بالشكل هذايا. دونك توا كما قلت لكم باش نحطوها على المنكان هذاك هو المنظر. زاده سهله على الاخر، اما كما قلت لكم زاده اللي في الخياطه صعيبه شويه تستصعبوها على خاطر يعني فيها ليزيتاب. زاده باش نوريهاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، ونوريكم كيفاش تخدموا الرقبه وكيفاش تعملوها نظيفه وتطلع لكم مزيانه على الاخر. هذيك هي الكول كاري. وتوا بعد ما كملنا الكاري وشيخنا على الكاري باش نتعداو للكول في.
اللي هو المثلث كيما في الروبة بالضبط، والأكثرية نستعملوه في السواري الكول في، وزادا فما خلاعي تلقاهم كول في، أما الأكثرية نستعملوهم في باش السواري ما نستعملوهمش برشا 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 برشا، هما أقل أنواع متاع كول نستعملوهم. دونك كالعادة نمشيو نطبقوا القاعدة متاعنا اللي قلت لكم عليها، اللي هي ناخذوا الورقة متاعنا ونعملوا 8×8 اللي هو هذاك الباز متاع الرقبة، نعملوه على شكل كاري وبعد نشوفوا الديتاي كيفاش باش نعملوها بالضبط. دونك نجيو من البوان الفوقانية كما قاعدين تراو، ونجيو نهبطوا شوية على الكول يعني نهبطوا شوية على 8 الثانية، نهبطوا عليها شوية من باسانتي ونربطوهم مع بعضهم بشكل مائل، يعني بخط مائل نربطوهم يكون لنا الشكل كما قاعدين تراو فيه بالضبط. زادا الكل هذه سهلة مش صعيبة حتى طرف، اما كما قلت لكم ما نستعملوهاش برشا 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 برشا، الأكثرية يستعملوها في السواري، وزادا فما في روب زادا تطلع لنا مزيانة. هذاك هو البي، قصيت توا الورقة متاعي، وتوا كالعادة باش ناخذ القماش ونطبق على قماش ديريكت. دونك نطبق قماشي على 2، نحط الورقة متاعي، ركزوا بالباهي بالباهي كيفاش باش نحط الورقة، شفتوا نحط الورقة لا من الكتف ولا حتى شيء، الثانية ديما من جهة الزدر، يعني الثانية شفتوا كيفاش تجينا مشيرة الأمامية نتاع الرقبة، ردوا بالكم تحطوها من فوق ولا من اللوطة كما قاعدة نوري فيكم في الفيديو. دونك نحطوها مشيرة الأمامية منين عند التنقورة متاع الفي متاعنا، نحطوها بالشكل هذاك، وبعد نبدأ بالقصان. زادة حتى الكل هذه سهلة مش صعيبة حتى طرف. دونك نتصور انه عرفتوا انواع الكول سهلين على الاخر وماهمش صعاب. دونك لهنا كملت قصيت وباش نحل قماش ونوريكم الشكل متاع الكول متاعنا كيفاش طلع، وحطيتها لكم على المنكان باش تزيد تظهر بالباهي بالباهي. شفتوا كيف اني مثلثه ومتنقره وماخذه حقها. اما الاشكاليه في الكول في اللي هو المثلث، دونك ما يكونش يعني الكل التلانية كيف مثلثة، لا باش تكون كيما أول كل عملناها اللي هي الدائرية. دونك ناخذ القاعدة كيما العادة 3 سنتي نهبطوا بها و8 العرض متاع الرقبة، نعملوا شكل المستطيل متاعنا اللي هو الباز متاع الرقبة، نعاود نقولها لكم ونجيو نعملوا شكل دائري. راهو الكول في ديما الكول متاعها من تالي تكون دائرية، لا هي مربعة ولا هي مثلثة ولا هي حتى شيء، دونك تكون دائرية على خاطر ثبتوا. زاد إذا كان عندكم كول في أي حاجة في أي لبسة ثبتوا في الرقبة من تالي تلقاوها دائرية. دونك نعملوها دائرية كما كيكة بالضبط، وبعد نطبقوها على قماش. ردوا بالكم وركزوا فيها بالباهي بالباهي بالباهي، خاصة الكول في صعيب شوية في يعني خاطر المربعة تجي من قدام ومن تالي مربعة، المدورة تجي من قدام ومن تالي مدورة، المثلثة راهو تجي كان من قدام أكاهو تجي مثلثة، ولا أسهل منها زادة. وكالعادة كما قلت لكم نطبقوا ديريكت على القماش. حطيت ورقتي وقصيت الكول متاعي، وباش نمشي زادة نحطه على المانكان، ولهنا المنكان تاعي حطيت عليها القماش، وهذاك هو المنظر. تكون من تالي دائرية ومن قدام تكون مثلثة، ولا أسهل من هكا. دونك قولوا لي في الفيديو أنا هي أسهل كول وأنا هي أكثر كول عجبتكم في اللبسة، وأنا هي أكثر كول تحبوا تلبسوها في اللبسة متاعكم. دونك إذا فهمتوا الفيديو وإذا كان عجبكم ما تنسوش خليوا لي في الكومنتير. لهنا يوفى الفيديو متاعي، نخليكم في أمان الله ونقولكم على خير وبسلامة، وملتقانا في فيديو جاي. باي باي.